بيان منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للعنف تعلن عن حملتها تحت شعار قوة المرأة تكمن في ذاتها. إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر الانتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم. فالعنف ظاهرة خطيرة ولها تأثيرات كبيرة وكارثية على المرأة والمجتمع، فتسبب مشاكل مجتمعية مثل التفكك الأسري، الطلاق، زواج القاصرات، تعدد الزوجات، الفقر وعمالة الأطفال. كلها آفات وقضايا مستعصية تؤدي إلى زيادة التخلف والفقر والانحطاط، ومع الحرب والاحتلال تزداد هذه المشاكل وتتعمق أكثر، لأن الحرب هو أكبر عنف على المرأة. ومع العدوان التركي على مناطقنا ازداد معدل حالات العنف بازدياد الانتهاكات والجرائم بحق النساء والأطفال، وإننا نسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي خال من العنف. عملنا على بدء حملة توعية لمدة شهرين تحت شعار قوة المرأة تكمن في ذاتها. تنتهي حملتنا 10/12 التي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تم الإعلان عن الحملة بتاريخ 17/10/2022 على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، قامشلو، كوباني، حسكة، عين عيسى، صرين. بيان مشترك. وسوف نستهدف النساء والرجال في القرى والبلدات وأطراف المدن، وضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نعلن لكم برنامج الحملة. تم عمل أرمات فيليكس عدد 5 تحمل شعار الحملة وتعليقها على مداخل المدن. تم عمل ملصقات عدد 500 تحمل شعار الحملة وتوزيعها. تم عمل شعارات عدد 40 باللغة الكردية والعربية والسريانية والأرمنية والإنجليزية. تم عمل بروشورات عدد 1000. تم إعطاء محاضرات. عنوان المحاضرات: العنف بشكل عام، زواج القاصرات، تعدد الزوجات ضمن الأحياء. وسوف تقوم منظمة سارة بالتنسيق مع الإعلام وأخذ آراء الناس بمناسبة اليوم العالمي ل 25 تشرين الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة. قمنا بالتنسيق والتشبيك مع جمعية شاوشكا بفعالية مشتركة لزيارة قرية جنوار، عمل فيديو قصير مع المؤسسات النسائية وإلقاء شعارات بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة. منظمة سارة المركزية 17/10/2022.